الفيديو ده هقول لك على 5 افلام لازم تشوفهم لوحدك. عارف انت اللحظات اللي بيدخل عليك حد فيها وانت بتتفرج على فيلم وبعدين يدخل في اللحظه اللي بيبقى فيها حاجات غريبه دي على طول بتحصل، فانت اللي هو بتبقى عايز تقول له والله استنى بس، والله في مشاهد تانية كويسه، والله انت بوظت الدنيا فشكلك بقى زباله، فقوم حالا، لا قوم دلوقتي، قوم عشان اقول لك الافلام اللي هي لازم تشوفهم لوحدك دي. واول فيلم معانا فيلم ذا دانش جيرل. الفيلم ده بيتكلم عن اول عمليه تحول جنسي، خلي بالكم الفيلم ده قصه حقيقيه. المهم الراجل ده فنان رسام يعني، ومراته رسامه، فعطلت في لوحه فقالت له خد البس الحته الرايقه دي، فالمهم المعلم لبسها فرسمت اللوحه اتباعت، ف البرواز وقع. المهم بعد ما البرواز وقع لم وربنا وقع مرتين، فاحنا مش هنعيده تاني. المهم الراجل بقى ايه بعد ما اللوحه اتباعت، ان هو الراجل بدا يبص لنفسه، اللي هو بدأ يحصل حاجات جواه كده وتقول له انت، لا مش انت انتي. فهنا بقى بدأت الشهوة بقى، والراجل بدأ يبحث عن ذاته او ذاته، الضمير غاصب، فما بقيناش فاهمين حاجة. المهم الفيلم ده انت لازم تشوفه لوحدك. ليه؟ يعني عشان الحاجات اللي حكيناها من شوية وتحول جنسي، ما ينفعش حد يدخل عليك في الحاجات دي، فيعني انت لو من الناس اللي دماغها تعبانة عايز تشوف الفيلم شوف. وتاني فيلم هقول لكم عليه فيلم اسمه ناتشرال بورن كيلرز. المهم الفيلم ده بيحكي عن ايه؟ بيحكي عن 2 يا عيني شافوا طفوله صعبه وبنت 60 كلب يعني. المهم الاتنين دول كبروا والدنيا ضارب بيهم ان هم حبوا بعض، فالاحداث ماشيه وبتاع، وبيمارسوا القتل الجماعي. بيمارسوا القتل الجماعي، ما بيمارسوش حاجه تانية. وانا قلت كلمه القتل الجماعي كده عادي لان هم عاملينها في الفيلم عادي، اللي هو بنقتل قتل جماعي عادي جدا. الموضوع كبر وهم دايرين بقى قتل في الناس، والميديا والبلد كلها بتجري وراهم، وهم كل ما يروحوا في حته يطرشموا كل اللي فيها وانا عناب مجانين، فالدنيا كلها دم وقتل وقصه صعبه يعني. هقول لكم بقى ليه لازم تشوف الفيلم ده لوحدك. ليه؟ علشان الفيلم ده بصراحه لما اتعرض في امريكا وقتها حصل وقتها مذبحه ثانويه كولومبيان في كولورادو، وضرب نار في ثانويه هيس في كنتاكي، ومذبحه عيله ريتشاردسون في البرتا في كندا، ده غير طبعا مجزره السمبلاوين في اسكتلندا. المهم لو عايز تشوف الفيلم ده شوفه لوحدك، وبصراحه لو انت اصغر من 17 سنه ما تشوفهوش، وطبعا لو انت اقل من 17 سنه ودماغك تعبانه شوف. هقول لك ايه يعني، ما انت دماغك تعبانه. الفيلم الثالث اللي معانا فيلم اسمه امريكان سايكو. الفيلم ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن واحد شغال في بنك وعايش بقى في وسط مجتمع الناس اللي هي الاغنياء جدا دي، وبيتباهوا باي حاجه وحاجات كده يعني ربنا يرزقنا بيها. فالناس دي بقى بيقعدوا يقولوا بقى ايه، بص البيزنس كارد بتاعي عامل ازاي، طب بص انا مش عارف جبت موبايل منين، طب بص البدله دي مين مفصلها وبتاع، وهو اساسا مش طايق المجتمع ده. فالراجل ده اللي هو الشخصيه الرئيسيه بتاعتنا جه فجاه كده في لحظات في الفيلم يوم الكريسماس قتل واحد والكلب بتاعه، فقال طب ما اللي هيستفزني هقتله، سهله اهي. فالمهم راح الشغل تاني يوم باين ولا مش عارف يوم ايه، لا واحد بيناديه وغلط في اسمه، لا انت غلطت في اسمي، راح جايبه وعزمه على عشاء في البيت وشربه وبهدله، وراح جايب فاس وشقه نصين. طب ليه يا ابني؟ هو كده استفزه غلط في اسمه، مشاكل ربنا ما يكتبها علينا يا رب. فالمهم الاحداث بتجري والراجل بقى يجيب نسوان ويجيب صحابه البيت ويدور القتل فيهم. طب ليه يا ابني؟ ما هو كده. المهم الفيلم ده بقى لازم تشوفه لوحدك. ليه؟ يعني هو بصراحه الفيلم باين من عنوانه اسمه ايه؟ امريكان سايكو، ففي عنف بقى وقتل بقى وفاهم قتل اللي هو القتل الامريكاني ده، اللي هو عارف الطبقه اللي هي الطبقه بتاعت الناس الامريكان اللي هم الاغنياء جدا دول، حاجه احنا مش فاهمينها. فلو انت عايز تشوف الفيلم ده شوفه لوحدك، ولو انت دماغك تعبانه يعني ما تشوفوش، اكيد مش هتبقى امريكان سايكو يعني، هتبقى ايجيبشن سايكو فاهم. ورابع فيلم معانا الفيلم بقى اللي هو المجنون سينمائيا جدا اللي اكيد طبعا معظمكم عارفينه، ذا وولف اوف وول ستريت. الفيلم ده بيحكي عن ايه؟ بيحكي عن واحد ملياردير امريكي. بقى ملياردير امريكي ازاي؟ فجاب لك بقى ان هو كان سمسار في البورصه، وبيحكي بقى عن عمليات النصب اللي عملها، وفيلم بقى كله مخدرات وهايدرو وبانجو. بالتالي هتلاقي ايه يعني؟ هتلاقي بقى الفاظ بذيئه، هتلاقي مشاهد لا مؤاخذه. خلي بالك كان في وقتها كلام عن الفيلم من الناحيه الاخلاقيه في التصوير بتاع الفيلم، انتوا لما تشوفوا الفيلم هتعرفوا، او الناس اللي عارفاه يعني، كان في حاجات لا مؤاخذه غريبه جدا يعني. ده غير ان الفيلم ده دخل موسوعه جينيوس. انت متخيل الفيلم ده دخل موسوعه يعني حاجه مش جايزه افلام؟ ليه بقى الفيلم ده دخل موسوعه جينيوس؟ قال لك اكتر فيلم اتقال فيه شتايم. يعني تخيل تعمل فيلم وتخرجه فيلم جامد وبتاع وتدخل موسوعه جينيوس بحاجه زي دي. ليه بقى لازم تشوف الفيلم ده لوحدك؟ ما انا حكيت لك يعني الحاجات دي مش كفايه ولا انت دماغك تعبانه؟ الفيلم ده بقى مفاجاه يعني، مجنون، اكيد واحد مجنون اللي حاطه في الليسته دي. فيلم اسمه انسايد اوت. ده فيلم كرتون، ومحدش بقى يقول لي في الكومنتات يا اسطى ده انيميشن، يا اسطى ده انمي، يا اسطى انت دماغك تعبانه، يا اسطى ده فيلم كرتون. وبالنسبه للناس اللي دماغها تعبانه يا معلم في فرق بين الانمي والانيميشن، فعشان بس ايه محدش يضحك عليك. الفيلم بيحكي عن ايه؟ بيحكي عن بنت صغيره جواها 5 مشاعر بيتحكموا فيها زيها زي اي بني ادم. ايه هم بقى ال5 مشاعر دول؟ الفرح، الحزن،
الغضب، الاشمئزاز، الخوف. الخمس مشاعر دول بقى بيتحكموا في كل حاجه جوه البنت دي، بيتحكموا في تصرفاتها وذكرياتها، وفي ذكريات بتتكون جديده بسببهم وذكريات بتترمي. فرحله كده جميله انت تحب تتفرج عليها، لان كل واحد فينا عايش الرحله دي، وهتوصل في الاخر انك هتعيط. وده بقى السبب التاني اللي انا بقول لكم عليه. تخيل تبقى دماغك تعبانه وعيوطه، خد بقى تعالى هنا بقى، تعالى كده، تعالى اعمل بقى لايك وسبسكرايب، لان كده كده الفكره هتعجبك والفيديو هيعجبك لو انت كملت معانا للاخر. ولو انت بقى دماغك تعبانه فخد تعالى هنا بقى، تعالى انا هرشك من الاول. تعالى انا بقى عايزك تعمل ايه؟ عايزك تتشقلب في القناه هنا، كومنتات ولايك وشير وسبسكرايب. بص بروز 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 نفسك نحله. واحلى مسا على الرجاله وكل الناس الحلوه والناس اللي دماغها تعبانه والناس اللي مش دماغها تعبانه. يلا.